Enhorabuena a nuestros amigos marroquíes que nos veis. رسمي على حساب مروي. الكاف تمنح كأس افريقيا 2025 للمغرب. خبر عجيب وغريب. لقجع وبشراء الدمام بالمال الفاسد. حنا بيننا وبين السنغال، نتوما مالكم؟ شباب ديما مغرب، ديما مغرب لاخر الدنيا، ديما مغرب. الصحراء مغربيه، القفطان مغربي، الكسكسي مغربي، الحريره مغربي، كله مغربي خويا، والكاس مغربي. السلام عليكم متابعينا الكرام، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. المغرب رجع الكاس ديالو. المغرب هو بطل افريقيا ديال كاس افريقيا سنه 2025 اللي تنظمت عندنا في المغرب بقرار من الكاف. واش تخيلتوا هذا الشيء؟ القرار اللي جا من عند الكاف بسبب الاحداث اللي وقعت في النهائي ديال كاس افريقيا في المغرب. السنغال فاش انسحبت تعتبرت انها فريق منسحب من المقابله، وبالتالي اللي كينسحب راه كيتعتبر خاسر، ما يمكنش ينسحب ويرجع. دونك نورمالمون خاص هذا القرار كان خصو يدار في اثناء المباراه، ولكن شو الظروف كيفاش كانت النهائي ما كانش بغاو الناس المنظمين ما بغاوش النهائي يخسروه بديك الطريقه. منتخب السنغال عند بالو راه الدنيا سايبه، ما كاينش قانون، ما كاين حتى شي حاجه تتاثر هذه الامور هذه. ولكن تحيه كبيره للناس اللي وقفوا على هذا الملف هذا، الجامعه الملكيه، فوزي القجع، الناس اللي كانت وراء هذا الملف هذا في الكاف، وقفوا على شغلهم، وقفوا اكدوا على انه من الضروره الفريق اللي انسحب تعتبر خاسر في المقابله. كاين واحد الخبر نريد تأكيده الآن، وهو الكاف تتخذ قرارا بمنح المغرب كأس افريقيا بدلا من السنغال. نحاول التاكد من هذا القرار اذا كان ممكن. عجيب جدا يعني موجود هذا الخبر، ولكن انا ما قلتوش لانه بلال غريب جدا اذا صح هذا نعم الخبر. يشار لانه اعتقد انه الخبر رسمي على حساب مروي. الكاف تمنح كأس افريقيا 2025 للمغرب. خبر عجيب وغريب وغير مفهوم تماما. هو تم فتح تحقيق. خبر نعم هو تم فتح تحقيق منذ خبر رسمي. خبر رسمي نزل في الكاف حسب المصادر. بعثها لي صديق يعني عنده مصادر تاعو مليحه، راح نشوف في الكاف، لكن رسميا في الكاف لحد الان ما صدرش. والتهنئات الكاف للسنغال لم تصدر ايضا، ولكن خبر مثل هذا اذا بشكل رسمي منتخب المغرب بطل كأس افريقيا الامم 2025. لجنه الاستئناف تعتمد خساره منتخب السنغال في نهائي كأس افريقيا 2025 بالمغرب وتعتبره مهزوما 3-0 لصالح المغرب. القرار جاء بعد قبول استئناف الاتحاد المغربي والغاء قرار اللجنه التأديبيه بسبب خرق السنغال لوائح البطوله وفق الماده 82 84. باقي القرارات: ايقاف اسماعيل السيباري مباراتين، الغاء الغرامه الماليه، تخفيض غرامه الاتحاد المغربي، تثبيت غرامه $100,000 بسبب التدخل في منطقه الفار، تخفيض. اذا خبر. واش سمعتوا شنو قال؟ الطريقه ديال ردة الفعل ديالهم، كيفاش تيدوزوا الخبر ديال هذا الخبر اللي ما غاديش يدوز لهم. سبحان الله، ما غاديش يدوز لهم لهاد الناس. هذا خبر اللي ما كرهوش هما يغبروا من هاد البلاد هذه ويغبروا من هاد الارض هذه وما يسمعوش هذا الخبر هذا. خبر اللي يثلج الصدور صراحه، خبر اللي كيرجع المياه لمجاريها، كيعطي لكل ذي حق حقه. صراحه القانون يعلو ولا يعلى عليه. كاينه قوانين خاص تحترم. المنتخب السنغالي ارتكب خطا كبير، انه خرق القانون ديال كره القدم، انه الفريق فاش يكون لاعب مقابله راه ما عندوش الحق ينسحب من الماتش بدون اذن الحكم، ما يخرجش من التيران. حنا ما لاعبينش تورنوا ديال رمضان، ما عندوش حتى شي فريق الحق انه يخرج من الملعب غير حيت بغى، حيت ما بغاش، ما عجبوش شي قرار ديال الحكم، اجي نخرجوا اللعابه صافي مابقاش لاعبين. راه صافي القانون شنو تيقول؟ خرجتي من التيران بمحض الاراده ديالك تعتبر خاسر، كتعتبر خسرتي الماتش، والفريق اللي انت لاعب ضده كيتعتبر رابحك ب3-0. فيها لا ان ولا حتى، ما كاينش نقاش. هذا القرار هذا كان خصو يتخذ شحال هذه صراحه.
كان تاخر، كان خصو يتخاد شحال هادي. نظرا كاينه بزاف ديال الامور في ديك الكاف ما عرفناش كيفاش كيتم يعني التحكم فيها، ولكن هذا القرار اللي هو قانوني كان خصو يتخاد شحال هادي. يعني ذاك النهار اللي تلعب فيه الماتش اولا في ديك الوقيته الحكم كان خصو يحبس الماتش، خرجتو دونك ما غاديش تكملوا، اولا من بعد بيومين 3 ايام. حيت ما يمكنش تولي عاده، حيت ولات عاده من بعد ولاو الفرق ولاو فيما ما كيعجبهمش قرارات تحكيميه، اجي نخرجوا بحالنا ننسحبوا من الماتش. ما يمكنش اي فريق ما عجبوش القرارات التحكيميه غادي ينسحب، غتولي الفوضى، ما تبقاش كره القدم. ولهذا القانون جا في صف المغرب، لان السنغال انسحبت، وهذا الشيء واضح وباين. قانون 82 والقانون 84. الغريب في الامر ان رده الفعل العرب اللي هما كنا شحال هادي من دابا صافي كنا كنعتبرهم انهم العروبه والاخوه الى غير ذلك، هادو مرفوع عليهم القلم. الناس ديال جار السوء راه مرفوع عليه القلم. ولكن كاين مصريين، كاين بزاف ديال سيرتو المصريين راه لا حول ولا قوه الا بالله، بحال اللي دينا لهم الكاس هما. اش دخلني فيكم اصاحبي؟ اش كتدخلوا بشي حوايج ما عندكم بها حتى علاقه؟ حنا بيننا وبين السنغال، نتوما مالكم؟ اش دخلكم؟ لهذا كل واحد يديها في شغله. حنا تبارك الله عندنا ناس اللي كيخدموا في الجامعه، القجاع والناس اللي خدامين معاه خدامين، وانتوما مالكم؟ ناس خدامين، ناس تبعوا القانون، تبعوا المساطر القانونيه، جابوا للمغرب حقه، جابوا للمغاربه والجماهير المغربيه حقها. هذا الشيء اللي كنا كنتمناو، هادشي اللي كنا بغينا، واخا جات متاخره ولكن حقنا. واش بنادم الا جا شي واحد سرقك، جا شي واحد سرقك بطريقه غير خدالك شي حاجه ديالك بطريقه غير قانونيه غير شرعيه، وتبعتي مسطره قانونيه، مشيتي للمحكمه وتبعتي المسطره القانونيه، المحكمه ردات لك الاعتبار ديالك. واش غتقول غادي نقول لا وصافي بلاش؟ ما يمكنش. عطيتيني الاعتبار ديالي، رديتي لي حقي، شكرا، عطيتيني حقي كنستحقو. شي وحدين حدانا ما غاديش ينعسوا، ما غاديش يجيو من النعاس، ما غاديش ربما يخرجوا بشي فيديوهات، شي تصاريح اللي ما غاديش تدخل العقل. نكملوا الفيديو. تخفيض اذا اي 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 خبر عجيب غريب، غير مفهوم تماما، خاصة انه فتح فضيحة. اذا نحن على المباشر ونتكلموا على فضيحة من اكبر فضيحة في تاريخ كرة القدم. هي على الميدان. السنغال فازت بلقب كأس افريقيا 2025، وكل العالم شاهد كيف فازت السنغال وكيف ارادت المغرب ان تفوز بالنهائي بطرق غير رياضية وبطرق لا تنتمي لكرة القدم. بعد ذلك لقجع وبشراء الدمم بالمال الفاسد أراد أن يستولي على كأس الكاف. الآن أخذها بالورق، ولكن بالميدان هي كأس إفريقيا للسنغال، ولكن ما زال هناك طعن. ولكن الغريب والعجيب أن التحقيق يفتح منذ 4 أيام فقط، واليوم تخرج نتيجة التحقيق. أمر غريب وعجيب. أيضا هذا يخلينا أن نقول إلى الابتزاز الذي مارسه المغرب من أجل عدم تنظيمه كأس إفريقيا للسيدات. اليوم الكاف على الورق يمنح كأس إفريقيا للمغرب، ولكن على الميدان السنغال هي من توج. ما تسرطاتش لهم هذه القضيه، وسي نورمال. حنا عارفين انهم كيفاش كيشوفوا هما الامور، ديما اي حاجه في صالح المغرب هما راه ضدها، عادي، واخا هما راه ما عندهم حتى دخل في هادشي. وبالمقابل خرجوا الناس اللي كيعرفوا في الكره ديال القدم، والناس اللي كيعرفوا الاصول، الاصدقاء ديال بصح ديال المغرب، خرجوا كيهنئوا المغرب وقالوا ليه هانئا لك ومبروك عليك الكاس ديال افريقيا اللي كتستحقها. ومن بينهم البرنامج ديال الشيرينغيتو، الناس اللي كتعرف في الكره، الناس اللي كتفهم في الكره، وكنظن انه في ذاك النهائي راهم غيكونوا تفرجوا
وما تسرقاتش لهم كيفاش السنغال دات الكاس بديك الطريقه، ومن بعد باش انسحبوا وخسروا الفينال بديك الطريقه. غادي نشوفوا التعليق ديال الشيرينغيتو على هاد القضيه ديال استرجاع المغرب الحق ديالو اللي هو كاس افريقيا. Enhorabuena a Marruecos, selección campeona de África. Decisión de la Confederación Africana, llamativa, quitar la victoria a Senegal y dársela a Marruecos. Victoria por 3-0, por 3-0, el resultado que figura ahora mismo en los papeles. Pues, como digo, enhorabuena a nuestros amigos marroquíes que nos veis. فوالا، ما زاد ما نقص، ما ضدنا، ما ضد حتى السنغال، هو ماشي ضدها، ولكن قال لك هنيئا لكم، هنيئا الناس المغاربه اللي كتفرج فينا، ردوا لهم الكاس ديالهم واعتبروهم رابحين 3-0. ما غيدخلش في لي ديتاي اللي هو اصلا ما متاكدش منها وما عارفهاش. للاسف عندنا جيران وعندنا الناس اللي كنا كنظنوا انهم العروبه والاخوه، داكشي ما بقاش. داكشي تاكدنا في هذه الفتره هذه ديال كاس افريقيا اننا دايرين بنا غير الاعداء، وهذه حقيقه ما عندنا كيفاش نديرو نخفيوها. للاسف مره اخرى تهانينا لكم وتهانينا للشعب المغربي وتهانينا للمتابعين ديالنا الكرام. كاس افريقيا مغربيه، النجمه الثانيه وليد الركراكي تبارك الله عليك، اللعابه اللي كانوا في كاس افريقيا وتقاتلوا على التوني تبارك الله عليكم، الجماهير المغربيه تبارك الله عليك، وشكرا بزاف جميع الملكيه على الخدمه النقيه اللي دارت، ونتمناو تكون نتائج اقوى واقوى واقوى في كاس العالم ان شاء الله. ولا عزاء للحاقدين.